انت قلنا انه مهما يكون يسوون احنا ما نسمع لكلام احد، انه ما طول انا احترمك وانت تحترمين. صح. والله العظيم انا قبل شويه ضجت قايلينك في اللايف انه على اساس احنا مسوين كتم لاسمك، واحنا اصلا ما مسوين كتم. واتحدى اي واحد يجيب فيديو انه يشوف انه احنا اذا احنا مسوين كتم، بس حتى يضوجوك، بس حتى يوصلوك رساله مو حلوه، ياخذون نظره مو حلوه علينا. يعني والله عيب، والله عيب كافي. أنا في دقيقة، أنا في فانزات كتبوا لي بس عادي يعني مو شيء. لا أنا أدري، بس يعني إلى متى؟ أنا ما كنت أحب أتكلم، بس يعني إلى متى هالحرب هذا؟ حرب النفسي يا إخوان. ترى أنا ودمت نطلع لايفات، ننبسط، نضحك، ننطي ابتسامة حلوة للناس اللي موجودين. عد عصافير دمت، عد أحباب الروح. شنو هالشخصنة بالموضوع؟ ليش أنتم مضغوطين؟ ليش مضغوطين؟ بس أريد أفهم. أنا من يعرف الموضوع، بس أنا عندي فانزات كتبوا لي من يعرف، قايلين عندك أمينة ويكتب اسم أي حدا نعمل ميوت. كذب، مستحيل مستحيل. وانا موجود، ومن بدايه اللايف اول ما جيتي قالوا دمت فتحت لايف، والكومنتات كلها دمت، وانا اشوف اسمك موجود. وفي فيديوهات يثبت، خلي يجيبون فيديوهات يسجلون وخلي يشوفون. انا اول ما طلعت ويا ناصر ويا ام عمر، لاحظوا الكومنتات موجود، اسم دمت موجوده. كل اللايفات اللي سجلتوها رجاء انشروها واثبتوا للناس. شوف عمر، حتى أنا أقول لا تكتبون اسمي في أي اللايف. ترى حتى يعني لا، أنا عادي يكتبون اسمك أو اسمي يكتبون يمك عادي، أنا ما عندي مشكلة يكتبون اسمك يمي، بالعكس يعني هذا محبة الناس، وإحنا بالعكس نحب نطلع ويا بعض. بس حتى أنا شفت كومنت بس ما أصدق، يعني حتى جو كومنت إيش قالوا لي إنه اسمي يمك كتم. شنو هذا؟ والله العظيم بطلوا. اسمك يمي كتم؟ أقول واحد كتب هذا الكومنت، يعني أنا أعرف هم يحشون وجهين، يجون يمك يقولون شيء ويجون يمي يحشون شيء ثاني. لا نحن مو نعمل على الاسم كتم ولا مرة. أدري بقول لك في يعني في كومنت، أقول شلون الكومنت يوصل هذا الكلام، تفهم قصدي؟ أقصد إنه الناس يجون يمك يحشون شيء ويجون يمنا يحشون شيء ثاني. هلا شوف، أني فانزات يعني 2 فانزات كتبوا لي قايلين عندك كل اللي الاسم، يعني هيك كتبون من يعرف كل الاسم اللي يقولوا نعمل ميوت غير الأمار. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح وأبدا. وخلي يجيبون إثباتات. حتى أذى يعني مو صحيح هذه، يعني أنا مو قلت ليش تعمل أمر هيك. أنا ما أقول أنت ضجتي أو ما ضجتي، أنا أتكلم بصورة عامة إنه إلى متى يعني هاي الشخصنة يعني. بس أنا حكيت لك أنا كم رسائل يجيني ويتكلمون باسمك إنه ابعد عن دمت. وفي رسالة جتني والله العظيم يقول إذا ما تبتعد عن دمت والله أدعي عليك بكل صلاة. هيك مضغوط. أنا كمان يجي هذه مش فتنة مشكلة والله العظيم. أنا كمان يجي يقولوا بحكي وهيك يسبون في مسبة حتى قوي. أنا متأكد هذول يعني مو من عصافير دمت. عصافير دمت محترمين، ولا من عصافير دمت ولا من أحباب الروح. اثنينهم حبايب. والله لو تخربون الدنيا وتقلبون الدنيا وتسوون وتخربون، ما تقدرون تخربون العلاقة الحلوة، الصداقة الحلوة بيني وبين دمت. صح. احنا دا نتحمل أشياء هي تتحمل وأنا أتحمل، والله لو غيركم ما تتحملون، والله كان خربتوا الدنيا. بس احنا نتحمل لأنه احنا نحترم بعض وما يهمنا كلام الناس. بس أنا أعتذر اليوم تكلمت لأنه صدق يعني ضايقت جدا، لأنه مستحيل أنا ما أرضى هذا الشيء يصير في بثي، وأعرف في بثي ما صاير هذا الشيء، ما صاير لا كتم ولا الاسم إنه صار كتم أبدا. زين. صح. يا هلا والله بدمت،
ارحبي. يلا عشان هيك انت عصبي. لا مو عصبي، بس يعني شويه يعني انا زعلت لما يجون يوصلون كلام، قالوا انه وصلوا لي كلام انه اسمك كتم عندي، واصلا ماكو هذا الشيء، ماكو هذا الشيء. لا شوف مثلا نحن حتى في الغلط عم نحط على الشخص مثلا ميوت، بعدين نقول في الغلط نشيل، عادي يمكن في الغلط حيتين. انا زعلان انه يكذبون، انا زعلان انه يكذبون، يحاولون يخلقون هاي المشكله. ولو تدرين دمت، انا لاحظت شغله، كل ما يكون قستاتنا انا وانتي حلوه ونمزح نضحك نغني، الا ثاني وطلعوه من خشمنا. كافي عاد والله العظيم. لا الكل الموجودين الحين في اللايف عندي والله كلكم أبي نفس أني أحترم أمار وعلى جيش أمار، أنتوا كمان تحترموا أمار وعلى جيش أمار، ولا مو نبغى ولا فتنة ولا فساد، نحن أصدقاء قوي، حتى مو راح نخرب الأصدقاء في الكلام هيك صغير يعني. طبعا يعني لو تلاحظون والله العظيم كثير ناس تحب لايفاتنا وين ما نروح، اللي يمدح بدمت واللي يمدح بجمهور دمت واللي يمدح بأحباب الروح والناس اللي موجودين يمي، كلهم يقولون ما شاء الله صداقتكم قوية، قستاتكم جميلة. من بداية القستاتنا إلى حد الآن كل الاحترام والتقدير، ما فت يوم أنا قللت من قيمتها ولا هي فت يوم قللت من قيمتي. أنتوا على شنو تتعاركون؟ على شنو صايرين محاميين؟ كل واحد صاير محامي يقول أنا والله باسمي وباسم جمهور فلان ما تصعد مع فلان. ليش تصير محامي حبيبي؟ لا تصير محامي. دمت عندها لسان تتكلم وانا عندي لسان اتكلم. لا حبيبي لا تقول لي قفل الموضوع، انت اللي تقول قفل الموضوع، انت اللي تدور مشاكل. لا لازم اتكلم. احنا صارنا كثير ما تكلمنا، انا كثير عديت خليني نتكلم شويه، شكو بيها ماكو اي مشكله، ده نتكلم بعد. المهم حصل خير، ولو مهما يصير يبقى صداقتنا حلوة، ويبقى دمت عزيزة وغالية وخط أحمر. طبعا أنت كمان عزيز أنت وغالي وجمهورك، والله أنت وجمهورك. أنت وجمهورك صح. بس عشان هيك عصبي. اضحك يلا نضحك. ممكن يلا. نشغل شيء حلو. يلا غير شو تشغل؟ كيفكم والله، أنا أحب الأغنية.